السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلوة وحادق مع شيرين. جايبه لكم النهارده بقى يعني سفرة متواضعة كده. حاجة سهلة وبسيطة. يا رب تعجبكم. ولو عجبتكم وصفة النهاردة اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. وشوفوا بقى حلاوة الفراخ المشوية البيتي، حاجة كده سريعة بدون اي افتكاسات، مع مكرونة محمرة يا سيدي على الجمال. حاجة بجد خفيفة، تحفة جدا. يلا بقى نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنبدأ بيها المكرونة. انا نزلت بشوية زيت حلوين كده، عليهم معلقة من السمنة او الزبدة زي ما تحبي، وهستنى لما يسخنوا معايا. على ما يسخنوا معايا هجهز طماطم مضروبة. هنعمل بيها ايه يا شيري؟ هنشوف هنعمل بيها ايه. هنزل بالمكرونة بتاعتي بالشكل ده، وهبتدي ان انا احمرها. ايدك ما تسيبش المكرونة، من اجمل الاكلات الخفيفة والسهلة. صدقوني انا بحبها عن المكرونه الوايت صوص او المكرونه بالصوص الاحمر. حاجه كده جميله ولذيذه هتعجبكم جدا. انا هحمر المكرونه معايا. تمام. وزي ما انتوا شايفين هنبتدي برضو نكمل ضرب الطماطم معانا ونحطها على المكرونه بعد ما تتحمر. المكرونه اتحمرت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وضفت عليها الطماطم. حابه تحطي صلصه مفيش مشكله، اللي يريحك اعمليه. هنتبل المكرونة بتاعتنا بملح طبعا حسب الذوق، وفلفل اسمر، وكمان حبة كمون. بس كده. حابة تضيفي شطة مفيش مشكلة برضو، ده حسب الرغبة. وهقلب بقى المكرونة بتاعتي. انا بقى نزلت بشوية شطة كده، لزوم الطعم. هنقلب بقى المكرونة بتاعتنا كويس جدا لحد ما تشرب صوص الطماطم ده. ما تحطيش شوربة او مية قبل ما المكرونة تتشرب معاكي. تمام. انا سبت بقى المكرونه لما اتشربت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما فيهاش اي صوص طماطم، هي كده اتشربت كويس جدا. في المرحله دي انا بحب اعملها بالشوربه، بس انا عشان عامله الفراخ مشويه فما عنديش يعني متواجد دلوقتي شوربه، فضفت عليها ميه عادي جدا. عايزه تضيفي مكعب مرق في المرحله دي برضو، دي حاجه يعني لرغبتك. كده تمام. خلصت معايا المكرونه. هبتدي ان انا اغطيها، واول ما تغلي هوطي عليها خالص لحد ما تتشرب. نيجي بقى للفرخه بتاعتنا القمر دي. انا جبت الفرخه قطعتها ونضفتها كويس جدا. يا جماعه بجد ان نظافه الفراخ ليها عامل كبير جدا في الطعم. انا لازم انضفها حلو جدا، وبعد كده بعصر عليها ليمون، وبقطع زي ما انتوا شايفين قرن فلفل، او مش موجود مفيش مشكلة. بس العامل الاساسي في نظافة الفراخ عصر الليمون عليها، وتسيبيها نص ساعة كده، وبعدين تشطفيها وتصفيها بالشكل ده. واعملي بقى فيها اللي انت عايزاه. عايزه تسلقيها، عايزه تشويها زي ما هنعمل النهارده. اي حاجه تعجبك، بس اهم حاجه نظافه الفراخ. انا عندي فراخ وعندي بصل وعندي توابل ملح وفلفل وكمون وبابريكا ومكعب زبده مقطعه. هننزل بالبصل ده زي ما انتوا شايفين كده. حبه بقى محترمين كده، لان احنا بنعشق صوص البصل اللي موجود تحت الفراخ. معلش بقى اعذريني النهارده في التصوير يعني. يلا الحمد لله. نزلت بقى بالملح والفلفل والكمون والبابريكا. تمام. والفلفل الاسمر. وهبتدي بقى ان انا اشرب البصله من التوابل بتاعتي دي. انا برضه كنت حاطه حبه جوز الطيب كده بس ما بنوش. برضه بتدي طعم وريحه للفراخ يا سيدي عليها. تبلنا الفراخ كويس جدا. هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا، تبلنا البصل سوري. هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا ونقطعها، مش للاخر، هنعمل فيها فتحات كده بحيث انها تتشرب من البصل والتوابل اللي انا حطاها. قبل ما هتبل بقى الفراخ نسيت اقول لكم ان احنا نحط شوية خل. الخل بقى بيدي ريحة وطعم للفراخ اثناء الشوي يا سيدي على الجمال. بجد روعة. شايفين بقى بشرب الفرخة قطعة الفراخ ازاي؟ كان ممكن اعملها فرخة صحيحة وعملتها قبل كده معاكم في القناة، بس انا حبيت النهاردة ان احنا نعملها بالطريقة دي. بجد بتبقى حلوة جدا. وعارفين بقى لو تبلناها بالشكل ده وسبناها في التلاجة ليلة،
بتاخدي احلى طعم فراخ، واللحمه بتبقى يعني بصراحه دايبه جدا. تبلي بقى كده في كل الاماكن الفتحات اللي احنا فتحناها في الفرخه دي، عشان اللحمه تاخد من طعم البصله والتوابل. شايفين الفراخ قشطه كده جميله تحفه يعني بصراحه. انا هنا بقى خلصت الفراخ بتاعتي كلها، الكميه اللي موجوده عندي، وكمان تبلت الكبده والقناصه وحطيتهم في وسط الفرخه كده عشان ياخدوا من الصوص بتاع البصل. شايفين الجمال؟ اللهم بارك، كانت بجد تحفه تحفه تحفه. ريحتها قبل ما ادخلها الفرن كانت حكايه. انا هعمل ايه دلوقتي؟ ممكن تسويها نص سوا فوق على البوتاجاز وبعد كده تدخليها الفرن. انا النهارده حطيتها في الفرن من الاول للاخر، ما اديتهاش غلوه ولا اي حاجه. قبل بقى ما ادخلها الفرن نزلت عليها بمكعب الزبده اللي انا مقطعاه صغير ده، عشان يدي صوص البصل كده طعم وكرمله كده بيبقى تحفه. وهندخلها على فرن متوسط الحراره، تمام، يعني 180 كده لحد ما تستوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. استوت معايا الفراخ خلاص وادتني اللون ده. لا انا عايزه لون يعني اللي هو بقى بتاع المحلات المحمر قوي ده. جبت معلقتين من الصلصه وحطيت عليهم معلقه من الزيت، ودهنت الفراخ بتاعتي بالشكل ده. طلعتها من الفرن دهنتها بالشكل ده. طب هنعمل فيها ايه تاني؟ هندخلها تحت الشوايه، بس يا دوبك تاخد اللون الجلد الغامق ده، وكده الفراخ بتاعتي جاهزة. شايفين الصوص وجماله؟ الصوص ده بنتخانق عليه حرفيا، بجد تحفة جدا 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 بجد. اللهم بارك، كانت حلوة جدا الفراخ وكان طعمها روعة. يا ريت تجربوها. شايفين بقى المكرونة؟ يا مكرونتي يا مكرونتي، يا جماله يا تكاته يا حركاته، مفلفلة وطعمها تحفة، والواحدة بوحدتها وحاجة كده ما شاء الله عليها. الفراخ طلعت خدت اللون اللي احنا عايزينه، شايفين يا سيدي؟ ودي كانت سفرتي بقى المتواضعة الجميلة. كان عندي ضيف كده، ربنا يحميه يا رب ويصلح حاله، وكان يعني بايت عندي، وحبيت ان انا اعمل له حاجة خفيفة كده قبل ما يسافر. ربنا يخليهولي يا رب، ما يحرمنيش منه ابدا. ويا رب يكون الاكل عجبه. ولو عجبكم كمان انتوا كمان الفيديو، ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، واستنوني في وصفة جديدة.